قدامكم هنا البالات مال بغداد جديده، رجعت لي اصوركم اياها وين صار بالضبط. بالات الانتيكات وهم من الفرفور القويه مجامع السامرائي، وانا عبد الله الشحمان راح اصوركم كل بالات بغداد الموجوده هنا. هنا قدامكم مجامع السامرائي، اكو بظهره فرع يدير لك على الانتيكات اللي صار مال بالات، وانا عبد الله الشحماني. هذا الدرج ماكو احد يقدر يصعده ابد، مليان بالكهربائيات، بس على مودكم جازت صعدته عم اصوركم المكان وين صار بالضبط. هنا قدامكم مكتوب هنا قطعه سوق السامرائي، وهذا الشارع كله تخصص للنهايه توصل للبالات. السوق مال السامرائي اي ابو محل سئله على البالات كلها تدليكم عليه، يستاهل واحد يسال ويجي يشتري من عندهم. البالات مالتهم كلش قويه، مال فرفوري خصوصا. لازم اغير اصدقائي، وهذا الفرفوري يستخدموه بس اهل المنصور واهل العظميه، فلازم يعزمون الايام الجايه ونصير اصدقاء، ويعزمون على هذا الفرفوري عم نشرب شاي انا وياكم سويه. هاي حاجه 500 هنا موجود مال بالات مال اطفال، اي شيء عندهم مال بالات ب 500 دينار بس. العالم مال البالات الموجود به هنا كلش قوي، حتى اكو فساتين هم رخيصه اسعارهم. البالات هنا كلش قويه، راح اصوركم اياها واذكركم الاسعار التنافسيه موجوده هنا همين. قدامكم هاي الفساتين مال المناسبات، باعوها كلها باله هنا، بس شوفوا لي هاي كلها باله اوروبي. شوفوا ذيك البدله مال العرس همين. هذا الفستان هنا قدامكم بعد الترتيب مالته. وهذا الفستان الثاني، هاي كلها مال سهرات مال المناسبات. وهذا الثالث هاي الخليجيه ب 5000 دينار بس، اي عبايه بخمسه. باعوا الموديلات مالتهم، شوفوا لي. هنا هذا السوق بسوق البالات، بس بالاتهم كلش قويه وماكو احد جاي مصوره ابد، وتصير خلف الجامع السامرائي. انتيكات قدامكم الاثريه مال محمد، باع المحل مالته كلش قوي، وعنده من لعابات امريكيه، باع الشياكه والنظافه. هنا قدامكم اسواق حره سعرها 140,000 دينار. هذا الحجم الاكبر هنا، وهذا الحجم الصغير همين مال البالات الاوروبي. هاي سعرها ب 20,000 دينار، هاي سعرها ب 40 تحصلها. زاد هم الانتيكات الكريستال، كل شيء حسب السعر مالته همين. بس باعوا لي هاي اللعابه نظيفه، هذا ولد اللي سعره ب 20,000 دينار. قدامكم بس باعوا لي شلون صاج اصلي، هاي الفاترينا بعد جمال مالتها. شوفوا الترتيب، شوفوا لي الترتيب شلون يصير بيها، يعني هاي الانتيكات الصغيره تخلوها بعد جمال مالتها، والترتيب هاي كلها صاج.